وقال لك ايه؟ النفوس الخبيثة كالأرض المالحة، لن تنبت خيرا ولو سقيناها أنهارا. يعني ايه؟ يعني ما تستناش الطيب من حد مش طيب مهما عملت معاه طيب. وقال لك ايه برضه؟ الناس مش بالحسب والنسب ولا بالمال ولا بالدهب، الناس بالأخلاق والطيبة وحسن التربية والأدب. وفي النهاية اللي يعرف حالك وما يسألش مالك ما يستاهلش حتى انه يبقى في بالك. بس كده. وقال لك ايه؟ النفوس الخبيثة كالأرض المالحة، لن تنبت خيرا ولو سقيناها أنهارا. يعني ايه؟ يعني ما تستناش الطيب من حد مش طيب مهما عملت معاه طيب. وقال لك ايه برضه؟ الناس مش بالحسب والنسب ولا بالمال ولا بالدهب، الناس بالأخلاق والطيبة وحسن التربية والأدب. وفي النهاية اللي يعرف حالك وما يسألش مالك ما يستاهلش حتى انه يبقى في بالك. بس كده. وقال لك ايه؟ النفوس الخبيثة كالأرض المالحة، لن تنبت خيرا ولو سقيناها أنهارا. يعني ايه؟ يعني ما تستناش الطيب من حد مش طيب مهما عملت معاه طيب. وقال لك ايه برضه؟ الناس مش بالحسب والنسب ولا بالمال ولا بالدهب، الناس بالأخلاق والطيبة وحسن التربية والأدب. وفي النهاية اللي يعرف حالك وما يسألش مالك ما يستاهلش حتى انه يبقى في بالك. بس كده. وقال لك ايه؟ النفوس الخبيثة كالأرض المالحة، لن تنبت خيرا ولو سقيناها أنهارا. يعني ايه؟ يعني ما تستناش الطيب من حد مش طيب مهما عملت معاه طيب. وقال لك ايه برضه؟ الناس مش بالحسب والنسب ولا بالمال ولا بالدهب، الناس بالأخلاق والطيبة وحسن التربية والأدب. وفي